السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة سمك مقلي. دي التقلية اهي. احنا بنقلي البصلة اهي، بس مش هنقليها قوي يعني، مش هتحمر. حطينا دي طماطميتين، عصير الطماطم الطازة اهو، وهنحط عليه معلقتين صلصة متفرزة. هي كانت متعانة في الفريزر، انا بطلعها في الكاهي على البوتاجاز اهي. دي بطاطس اهي متقطعة مكعبات صغيرة اهي، وهنقلب المكونات كلها مع بعضها. ودي الخضار بقدونس وشبت. هنقلب بقى المكونات مع بعضها. نحط التوابل بتاعتنا بقى، مرق الدجاج وملح وكمون وفلفل اسود. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعضها. هنسيبها بقى تتسبك مع بعضها وتستوي. خلاص هي كده اتسبكت اهي، مش هتتسوى كلها، تربع التسوية. وهنضيف عليها بقى الرز. دي اكله من اكلات زمان اللي كنا بنعملها زمان. بس احنا ما اكلناهاش، يعتبر ان انا بقالي اكتر من 20 سنه ما اكلتهاش. هنقلب بقى المكونات كلها مع بعضها. هنقلب المكونات كلها مع بعضها وتسيبها تتشرب من بعضها. مش هضيف لها ميه بقى دلوقتي، وهغطي عليه. دي بقى نعمل الخلطه بتاعت السمك. دي فلفل اسود وكمون وكاري ومعلقتين نشا على الدقيق، وهنقلب المكونات كلها مع بعضها. دي السمك بتاعنا، هنعمل فيه فتح كده في السمك عشان ايه يستوى حلو ويبقى شارب كله من التتبيله. هنحط بقى معلقه دقيق في الزيت في الطاسه عشان ايه لونه ما يغيرش والسمك ما يشربش زيت. اعملوا لنا اشتراك في القناه لو انت اول مره تتفرجي علينا، وما تنسوناش باللايك. وقولوا لنا رايكم في التعليقات، وصلوا على النبي في التعليقات. قلبي السمكه نضيفه اهو، بننضفه حلو كده. خلاص يا حبايبي، خلصنا تحمير وغرفنا الرز كده. خلاص اهو الرز مستوي اهو. رز بالبطاطس، رز احمر بالبطاطس، وده المخلل الجميل بتاعنا اللي ما بيتقطعش من عندنا. قولوا لنا رايكم في التعليقات. على السمك مستوي كله اهو. قولوا لنا رايكم في التعليقات، وصلوا على النبي في التعليقات.